ما ينفعش طفل يطلع الدنيا مش حاضر المحقق كونان مثلا. يعني هي مش فكره حنين للماضي، واصل الكرتون اللي حضرته زمان لازم احضره لعيالي وجو اهالينا اللي كانوا بيذاكروا على لمبه الجاز في الشارع والكفاح وجايبينها من تحت. لا 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 لا. بس اصل في حاجات معينه احنا اتعلمناها من الكرتون بتاعنا، يعني مش هقول لك معلمه، دي مغروزه يعني، محفور حفر كده في قلوبنا. يعني انا يهمني اكتر من قلوبنا إيه عقولنا، لان العقول او طريقه التفكير بتختلف بعد ايه بقى، بعد كل فيلم بتحضره، بعد كل كتاب بتقرا، بعد كل حد بتقعد تحكي معاه. يعني كل تجربه بتعدي بيها يعني بتطلع بني ادم تاني. مش بتلاقي دايما في الافلام كده واحد غلبان خالص ولا عيل توتو وراح دخل حرب شاف ناس بتتقطع قدامه وبتتفرم وبتاع، مش بتشوف كده في الافلام ده. بتلاقي طلع بعد التجربه دي راجع بني ادم تاني خالص. بتلاقيه كده يهدى كده، وتلاقيه على طول في الفيلم قاعد سرحان كده، ونظرة عينه نفسها بتختلف. بتلاقيه كبر كده في السن، يعني حتى في تفكيره ونظرته الامور بتشوفها في عينه يعني. في حين ممكن واحد تاني يعني بقى ممكن يبقى اصغر منه، يعني اسف، واحد تاني يبقى اكبر منه في السن بس ما شافش اللي هو شافه، فتلاقيه لا مخه مش زيه، بيبقى عادي كده يعني، اصغر منه مخه صغير. مش لاقي دايما يقول لك فلان ده سابق سنه او مخه كبير. وعلى العكس ممكن تلاقي يقول لك ايه ده استاذ جامعه قد كده بس مخه اصغر من العيال الصغيره. صح، بتحصل بنشوف. الموضوع بيأثر على قدرة الطفل على التعلم. يعني انت الصبر ان انت تقعد تتعلم حاجة، ده احنا اتعلمناه في الطفولة. الصبر نفسه مش الحاجات اللي اتعلمناها، يعني انت تقعد تتعلم حاجة. يعني احنا كنا بنقعد نحضر كرتون مدته مثلا ساعة ولا مثلا نص ساعة متواصلة مركزين معاه. دلوقتي الطفل طالع على ايه؟ طلع على فيديوهات قصيره قوي زي الشورتس بتاعت اليوتيوب، الريلز بتاعت الانستا، التيك توكس عامه. بيبقى عنده قدره احتمال صغيره جدا، يعني هو ما يقدرش يقعد يستحمل فيديو 10 دقايق ورا بعض، لا هو عايز دقيقه واقلب دقيقه واقلب. فطبعا انه يقدر يعني تجيب طفل زي كده وتخليه يتفرج على استاذ بيشرح لمده ساعه ولا ساعتين، مستحيل. مستحيل. فطبعا بتلاقي كم حاجات اللي قاعد اتعلمها قليل، يعني الوقت اللي قضاه بانه يحضر حاجه فعلا مفيده قليل خالص. فالوقت ده عمره، دي طفولته. يعني ده الوقت اللي هو بيقضيه في طفولته، ده ضيعه فين؟ في هبل، فيديوهات عبيطه. يعني اللي عاملينها دول ما اعتقدش عندهم بربع جنيه يعني معلومه يعني. ده هو الناس بتجري دلوقتي ورا الفيوز وبتاع، فاهم؟ فبتلاقي حتى الريلز والفيديوهات الصغيره دي ملهاش معنى، ملهاش هدف. ما فيش حد بيقعد كده يعمل فيديو ويتعب فيه وبتاع، بهبل فتلاقي الجيل طالع يعني ابله، مش متعلم، يعني معلوماته قليله، يعني قليل الحيله. يعني انا ممكن نقول جيل غبي بامانه، بغبي لانها بتاثر على الذكاء. كل حاجه بتتعلمها بتاثر على طريقه تفكيرك وذكائك وبتاع. فتقول لي لا اصل الذكاء ده موهبه ومالوش علاقه، لا معلش، ما فيش حاجه اسمها كده. دي قصه بقى الموهبه ومش دي حجه اخترعها كسالة بامانه. هتقول اصل انا مش موهوب قوي، اصل انا ما عنديش فكك. ده كسل او ده كسل او قله حماس، قله تشجيع، حاجه كده يعني. اصل انا كسول، يعني لو الموضوع بتاع انا احب الحاجه سهله واحب بتاع كسل، بس في حاجه معينه بتاع حماس حاجه كده بتقومك بتخليك ايه. يعني انا اللي كسول اللي بقوم بالعافيه وبتاع، بس تلاقيني اقوم واقعد في حاجه وبتاع عشان متحمس لها عشان مش عارف ايه. فاللي عايز يتعلم حاجه يتعلمها. الموهوب في فرق الامانه، الموهوب يمكن يتعلمها اسرع شويه. يعني مش عارف اتنين راحوا ياخدوا كورس جيتار، تلاقي الموهوب إيه على طول ايده تجيب ودنه موسيقيه يتعلمها. بس هل معنى التاني ان هو مش لا عادي يتعلمها؟ وهي يعني ده هو خد اسبوع، التاني ياخد شهر، مش مهم. مفيش حد بيجري ورانا، بس عايز تتعلم الجيتار هتتعلم الجيتار، عايز تتعلم اي حاجه في الدنيا هتتعلمها. ما تقوليش مش موهوب، مش موهوب هتاخد وقت اطول بس مش هتتعلمها عادي خالص، هتوصل. نرجع تاني بس الاطفال، على ان كل حاجه بيمروا بيها بتعلم معاهم جامد. يعني هم المخ نفسه بيتطور، مش شرط الحاجه دي اللي اتعلموها. يعني مش شرط واحد اتعلم الشطرنج يبقى اتعلم الشطرنج بس، لا، بيتعلم المورال بتاع الشطرنج. يعني طريقه التفكير تلاقيه مثلا يقابل كل موقف في حياته يقف ويفكر قبل ما ياخد خطوه، عشان يتعلم ان هو لو حرك مثلا العسكري لا ده ممكن يتاكل من مش عارف ايه. فتلاقيه في حياته العمليه عامه، وهو بيعدي الشارع وهو بيتكلم وهو بياخد قرار في حاجه معينه، تلاقيه زي ايه، زي ما اتعلم في الشطرنج تلاقيه يقف يخطأ. واحد اتعلم الصيد تلاقيه يصبر، يعني في حياته عامة. يعني هو يجي يتكلم معاه تلاقيه يصبر، ما يردش على طول، ماشي، لانه اتعلم في الصيد مثلا انه ما ينتش بسرعة، ما يشدش السنارة بسرعة، يستنى لحد ما السمكة تاكل اللي مش ففي حاجات معينة وايه سب كونشسلي كده. يعني هو مش بيقف يفكر لا زي ما اتعلمنا في الصيد لازم نعمل، لا لا لا، سب كونشسلي مخه نفسه بيتطور، طريقه حركه الكهرباء في مخه بتختلف. يعني بتلاقي ان هو بيعمل كده، ان الصيد علمه الحته دي، فخلاص سب كونشسلي كده هو بيتعامل كده لان هو شخص بيعمل كده. وبرضه يعني في حته ان التعليم في الصغر دي، يعني يقول لك زي النقش على الحجر.
تعليم في الصغر زي النقش على الحجر، يعني الحاجه اللي بيتعلمها الطفل وهو صغير بتفضل محفوره فيه. يعني اي ثينك ان هو مع الوقت بتتغرز اكتر واكتر واكتر. يعني غير دلوقتي لما حاجه تتعلمها وانت كبير برضو الحاجه المحفوره فينا من زمان بتبقى يعني ذات اصاله، محفوره جامد، متاسسه، مش عارف اللفظ المناسب بس هي بتبقى عميقه يعني. المهم عشان ما اطولش بس في الفيديو ده، احنا يعني محتاجين كرتون زي بتاع زمان، سكه ودغري كده. كرتون يبقى فيه مورالز، يعني يبقى فيه موضوع، يبقى فيه بتاع، بدل الهبل اللي عمالين بنشوفه دلوقتي. يبقى دلوقتي ايه؟ اي حاجه 3 دي بتتحرك وخلاص. احنا وبنبص فرحانين العيال عمالين يتفرجوا على كرتون، العيال مش فاهم، هم شايفين حاجات ملونه كده بتتحرك على الشاشه وخلاص ومركزين، فنقول لك بس هو ده لا باشا، روح كده، روح احضر كده وانت كبير دلوقتي، روح احضر، هات حلقه من عالم سمسم مثلا، شوف عالم سمسم اللي هو ولا حاجه. هتلاقي كل افيه، كل جمله، كل كلامهم عباره عن حصه تعليم. مره تلاقيه بيعلمك الحروف، مره الارقام، شويه تاني مش عارف تلاقيه بيتكلم في الفيزياء وبتاع، وكل حاجه. يعني مفيش جمله بيقولوها عبيطه كده تلاقيهم، لا لازم كل حاجه فيها مورال، يعني كل مشهد مدروس ومعمول له. فالطفل هنا شايف عرايس بتتحرك ومركز معاهم، لكن في الحقيقه دي بتبقى زي غذاء، زي عارف يقول لك السم في العسل، بس العكس، يعني حاطين الدواء في العسل، حاطين حاجه يتعلمها. بيحضر الحلقه بيطلع في الاخر تلاقيه يقعد يقول لك الارقام واي بي سي دي، ويقعد بقى يدندن زي ما سمع فين في الكرتون. ففين الكلام ده دلوقتي؟ فين؟